انت فقير وفاشل وعايز تعمل فلوس، بقول لك اشتري كتاب القصف السريع بتاعي. بتقول لي ما انا معيش فلوس اشتري الكتاب اللي ب 999 جنيه. طب ما تشتري الكورس؟ معيش ال 1000 جنيه اللي اشتري بيها الكورس. اصلا المشاريع اللي انت بتقول عليها عايزه فلوس وانا معيش فلوس. لو اديتك الفلوس النهارده، لو جيت اديتك 500 الف جنيه في ايدك كاش، هتعرف تشغلهم؟ هتعرف تعمل مشروع؟ لا. عارف ليه؟ علشان انت ما عندكش النو هاو، علشان انت ما عندكش المعلومات. ما تعرفش ازاي تدير الفلوس، ما تعرفش ازاي تعمل مشروع، ما تعرفش ازاي تعمل دراسة جدوى، ما تعرفش ازاي تسوق، ما تعرفش ازاي تبيع، ما تعرفش ازاي تختار السوق المناسب اللي تخش فيه، ما تعرفش ازاي تسعر منتجك. وبالتالي نرجع لنقطة الصفر تاني، يبقى حضرتك محتاج تتعلم الأول وتصرف على تعليمك. هتقول لي معيش فلوس، ادخل حضرتك على اليوتيوب، ادخل على جوجل، في كتب ببلاش، فيديوهات ببلاش. بس في حاجة، ببلاش ده لغاية ما يبقى معاك فلوس تشتري المعلومات اللي بفلوس، لأن المعلومات اللي بفلوس عمرها ما هتتساوى مع المعلومات اللي ببلاش. تمام؟ لما تجمع ال1000 جنيه تعالى قول لي يا أستاذ محمود أنا عايز كتاب القذف السريع. هو كتاب واحد بس هتدفع فيه مرة واحدة بس. أتحداك لو احتجت تشتري أي كتاب في البيزنس، في المبيعات، في التسويق، في تطوير الذات، في الموتيفيشن، في الاستثمار، في التعامل مع الفلوس، في المشاريع، كتاب واحد بس. عموما انت براحتك، بس انا جاي لك بقى دلوقتي علشان اقول لك حاجة تانية. لو انت مش عارف تجيب فلوس او ما معكش فلوس وعايز تجيب فلوس من الهوا، ما قدامكش غير اختيار واحد بس، وهو انك تقدم خدمة للناس والناس تدفع لك مقابل الخدمة دي. يعني انت عندك مهارة معينة او بتعرف تعمل حاجة معينة، فبتعرض الخدمة دي للناس واللي عايزها بيطلبها من حضرتك. مجرد ما بتعمله الخدمة بيديك مقابل الخدمة دي، ولا اشتريت منتج ولا محتاج فلوس. انت محتاج بس يكون عندك خدمة بتقدمها. طب انت دلوقتي عندك خدمه بتقدمها، مثلا بتعرف تعمل مونتاج، بتعرف تكتب سيره ذاتيه، بتعرف مثلا تعمل اديتنج على الصور، بتعرف تكتب محتوى تسويقي، بتعرف تعمل اي حاجه. تبيع خدماتك دي فين؟ مكان واحد بس، موقع lux11.com. الموقع ده حضرتك هتخش عليه، هتسجل برقم تليفونك، تمام، وهتخش تقدم الخدمة بتاعتك. بس خلينا بقى نتكلم بشغل احترافي مش موجود في اي موقع فيكي يا وطن يا عربي، مش هقول يا مصر. تمام؟ حضرتك هتدخل في الموقع بعد ما سجلت في الموقع، تمام، انت هتسجل فيديو محترم ليك كده، دقيقة مثلا 60 ثانية، هتطلع زي ما انا قدام حضرتك كده، هتكلم الجمهور بتاعك الخدمة اللي انت بتقدمها دي، انت شاطر فيها ازاي، وبتعمل ايه، وهتساعد العملاء ازاي، واسعارك ايه، في فيديو بسيط. وهتكتب العنوان بتاع الخدمة بتاعتك وهتكتب المواصفات بتاعتها، وانشر الاعلان ببلاش مجانا، واستقبل طلبات العملاء. بس في حاجة، الموقع بتاع لوكس 11 او اي موقع تاني بتقدم عليه خدمة او حتى بتبيع عليه منتج هو مش سحر. مش هحط مثلا الخدمة النهاردة واستنى كمان ساعة مفيش عميل طلب مني، استنى تاني يوم اصل مفيش حد كلمني. لا حضرتك، هو مش سحر. حضرتك كل حاجة بتاخد وقت. انت لما بتزرع البذرة في الارض وكل يوم بتسقيها ميه، انت ممكن تقعد شهر كله ما شفتش ورقة خضراء طلعت، بس هي بتكبر تحت الارض، بتبني جذور تحت، وتيجي في مره تبتدي تلاقي ابتدت تزرع شويه، تفضل تكمل تسقي فيها، تبتدي الزرعه تكبر، تبتدي تطلع فوق، تعمل فرع كده، شويه شويه تبقى شجره، الشجره تكبر وتطلع فروع، فروع. كل ده حبيبي مساله وقت، بس ده مش هيحصل غير وانت مستمر في انك بتسقي الشجره دي. تمام؟ لو كتبت على جوجل ال او اكس 11 هيطلع لك الموقع في وشك، هو لونه اخضر، هتسجل برقم تليفونك، تعمل حساب، ارفع الخدمه بتاعتك ومبروك عليك. وفي حاجه تانية عايز اقولها لك، لو بتدور على شغل خش اكتب السي في بتاعك او اطلع برضه في فيديو قول ايه الخبرات اللي عندك، واللي محتاجك يعينك في شركه او يعينك في اي مجال هيتواصل معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.